حضرتك طبعا بتبدأ بعد كده بيكون جالك مثلا رسالة أو مكالمة فيها ميعاد العملية وفيها مكانها وفيها ميعاد الصيام. الصيام غالبا بيكون قبل العملية بحوالي 6 ساعات. فبالتالي حضرتك ما تستغربش لو انا مثلا مديك ميعاد عمليه الساعه 2 الظهر وقلت لك تصوم من 8 الصبح. يعني مش شرط ان انت تصوم من قبلها، هو الصيام هو مجرد 6 ساعات. بشوف بعض الدكاتره برضو بتطلب من الناس ان هم لا ياخدوا ملينات ولاكتيولوز ويعملوا حقنه شرجيه. الحقيقه الحاجات دي مش محبذه بتاتا. بتزود حركيه الامعاء، بتزود تعمل اسهال، ممكن تدخلك في جفاف من قبل العمليه. لكن لا بنصحك بيه ان حضرتك ممكن قبل العمليه بساعتين او 3 انت بتكون صايم تماما، لكن قبل العمليه بساعتين تكسر صيامك بس بازازه عصير. مش ما تكونش بيور، عصير عادي من اللي بسكر، كنوع من ان هي تبقى زي وجبه كده هاي كربوهيدرات. لازم يكون عصير شفاف، ما ينفعش ان هو يعني مثلا يعني ينفع عصير مثلا برتقال، حاجات زي جهينه، حاجات زي الكلام دون. عصير تفاح، لكن ما يكونش مثلا عصير معمول في البيت او تكون حاجه فيها الياف او كده تفضل موجوده في المعده. وده طبعا قبل حضرتك ما تتحرك وقبل ما تروح المستشفى. يعني ما ينفعش تكون في المستشفى وتشربه ده من وانت في البيت من قبل ما تيجي. يعني لو عمليتك مثلا الساعة 10 الصبح تشرب الإزازة دي على الساعة 7 الصبح مثلا، وده يكون آخر حاجة حضرتك تشرب.